اكبر مشروع سياحي ترفيهي على مستوى مصر كلها، 3000 غرفه فندقيه تقريبا، برايفت جاكوزي في الكابانا بتاعتك على البحر على طول. اكبر كيدز كلاب موجود على مستوى فنادق مصر كلها. الاطفال بالتحديد بقى عينهم قوي الستايل بتاع الغرفه دي. اكبر تنوع بوفيه انت ممكن تشوفه على مستوى فنادق مصر كلها، اكتر من 200 لعبه اونلاين. هو ريكسوس راداميس. مستوى الرفاهيه والفخامه اللي بتقدم في الفندق هنا بشكل عام ممتازه. الفكره ان انت ريكسوس راداميس جامع لك حاجات كتير قوي مع بعض، حمامات سباحه كتير جدا جدا وبمساحات على مستوى الفندق كله. كمان الفندق بشكل عام متقسم اكتر من جزء، في جزء بيكون عليه دايما الاكتيفيتي ودايما الدي جي شغال ودايما في حفلات كتير. الاكتيفيتي اللي بتحصل هنا كتير جدا الصبح وبالليل في اي مكان، على طول على البول على البحر، دايما هتلاقي حاجات كتير مختلفه. تلاقي عندك بيشوا هنا بطاطا، بيشوا ذره، بيكون في حاجات على الجريل، ده كفته تقريبا يا شيف، كفته مثلا، حاجات كتير قوي يعني، حاجات كتير انت مش هتزهق منها. وجزء تاني خالص الامور فيه بتكون اهدى وريلاكسد اكتر، بحيث ان انت تقدر تختار انت عايز تكون موجود في انهي جزء من الفندق بشكل عام. بالنسبه للشط هنا بقى فهو شط صخري، تقدر تشوف سمك، تقدر تشوف شعاب مرجانيه، تستمتع بالسنوركلينج بكل بساطه. اجمل تجربه كابانا في شرم الشيخ هي موجوده هنا في راداميس، بتبقى مجهزه بالكامل، فيها برايفت جاكوزي على البحر على طول. طبعا كل ده بيكون اجينست تشارج، ولكن كم التجهيزات اللي بتكون موجوده في الكابانا هي تستحق اي مبلغ يدفع عليه. فيها كل حاجه انت عايزها تجيلك لغايه عندك، وكمان بيكون موجود فيها برايفت شاور بحيث ان انت ما يبقاش ناقصك اي حاجه. هو الفندق موفر لك كل حاجه على البيتش. ايس كريم بتاع موفنبيك من الحاجات الحلوه قوي اللي انت لازم تجربها لما تيجي على البيتش. عندك مطاعم سناكس وعندك بارات، وكمان عندك كيدز كلاب موجود بس على البيتش. اكبر كيدز كلاب على مستوى فنادق مصر كلها هي موجوده هنا في ريكسي تاون. الموضوع اكبر من مجرد كيدز كلاب وخلاص، لا، قصه كبيره شويتين. انت تقدر تسيب اولادك هنا اصلا طول اليوم زي ما انت عايز وتنطلق. تعالوا اوريكم ايه اللي بيحصل هنا. هنا طبعا الاطفال بيعيشوا الاكسبيرينس بتاعت راجل المطافي، من اول بقى بيلبسوا اللبس نفسه، بياخدوا الاكسبيرينس كلها، ازاي نقدر نطفي النار. يعني بشكل عام الاطفال بيحبوا قوي الجو ده برضه. الحاجات الحلوه هنا هي الجانجل دي هي منطقه شكل الغابه كده مليانه كلها لعب. الجونيور شيف اكاديمي هنا بقى بيعلموا الاطفال ازاي يعملوا كوكيز. بلاي روم بقى تبقى متخصصه للاطفال اللي اعمارهم بتبدا من اول سنه. طبعا والاولاد بيلعبوا هنا لازم بيكون دايما فيها حاجات تسليهم. التجربه ممتعه جدا بالنسبه للاطفال، ودي من اكتر الاكتيفيتي اللي الاطفال بيحبوا يجربوها هنا. بالنسبه بقى كل الاطفال اللي بيحبوا الرسم والتلوين هنا بيساعدوهم ان هم يلونوا يرسموا. وود ورك شوب بشكل عام ده بيستخدموا اجهزه اللي شبه كده عشان يقدروا يعملوا عليها اشكال كتير جدا بالخشب. ستيم لاب هنا بيعلموا الاطفال تجارب علميه كتير بيخلوهم ينفذوها بايديهم. اكتنج اكاديمي ده من اسمها اللي هي بتبقى ليها علاقه اكتر، بيمثلوا الاطفال طبعا بيقدروا يختاروا الكاركترز اللي هم عايزينها. بيتو سالون بقى بالنسبه للبنات بالذات تبقى هوس يعني، طبعا عشان الاكسبيرينس تكمل. بالنسبه للاطفال هم عاملين لهم مطعم كبير جوه ريكسي. من ضمن الحاجات الحلوه قوي هنا ان في شوز بتتعمل كل يوم بالليل متخصصه للاطفال، بيعملوا اجواء فعلا حلوه قوي. الغرف بتاعه تيرانا بشكل عام هي اكتر غرف الاطفال هيحبوها. الجونيور سويت هنا مساحته تقريبا 70 متر، بيبقى عباره عن غرفه نوم كبيره وبيكون معاها ليفنج. وعشان برضو الناس تبقى فاهمه بالنسبه للغرفه اللي احنا فيها دلوقتي دي هي غرفه حمام، اعتبر دي نفس الغرفه الستاندرد اللي هنا او اللي هي اسمها السوبيريور. الغرفه السوبيريور نفس الستايل ده بالظبط، واللي بيجي بعدها على طول الفاميلي روم بتكون غرفه وبيكون معاها غرفه ثانيه ولكن بيكون فيها سريرين للاطفال للناس اللي معاها اطفال. طيب لو انتوا مش معاكم اطفال ولكن انت بتحب الاماكن الواسعه الكبيره، يبقى الجونيور سويت بالنسبه لك هيكون حل ممتاز. هتكون اوريدي غرفه ليفنج فيها 2 حمام، مساحه اكبر بكتير وفيها اوريدي مساحات اكبر واوسع. بالنسبه للفيو بقى هنا فبينه حاجتين، يا اما فول فيو او جاردن فيو على حسب الافيلابيلتي. بس بشكل عام ايا كان انت هتكون موجود فين في الفندق فانت بتكون شايف البول بشكل مباشر. ديلوكس سويت هنا في تيرانا هو اكبر سويت موجود في الفندق بشكل عام، المساحه بتاعته تقريبا 90 متر. السويت بيجي عباره عن غرفتين نوم وفي 3 حمامات. طيب الستايلات بتاعتهم مختلفه شويه، هنا السرير بيكون كينج سايز بيت حلو، والستايل بتاع الحمام بتاعه مختلف لان الستايل بتاع الحمام بتاعه كبير فستايلها حلو، بس هي اوريدي دي اكبر واحلى اوضه هنا. تاني اوضه بتكون مختلفه لان بيكون فيها سريرين، والسريرين هنا الحجم بتاع السرير بشكل عام برضه كبير، يعني حجم السرير نفسه كبير ولكن الحمام
الحمام اصغر شويه. نفس دي برضو بيكون ليها بلكونه منفصله عن الثانيه، فالاوريدي كده منفصلين. الستايل بتاعها زيه زي باقي الستايلات بتاعت كل الغرف اللي موجوده هنا في تيرانا. فانتوا لو عيله كبيره وبتدوروا على حاجه يسمح الكباستي بتاعته ان انتوا كلكم تكونوا موجودين هنا، الديلوكس سويت هي من الاختيارات ممتازه جدا ليكم. فاميلي روم في بلو بلانت. بلو بلانت الفاميلي روم بتاعتها مختلفه شويه عن تيرانا. مبدئيا بتبقى اوريدي غرفه كبيره، بتبقى عباره عن غرفتين، بيكون فيها حمام واحد بس، مساحتها تقريبا بتكون 50 متر. بتكون اوريدي اول حاجه او اول غرفه بتكون توين بيد فيها سريرين. تكون الغرفه الثانيه هي بتبقى الغرفه الكبيره اللي هي بتكون كينج سايز بيد، بتكون فيها البلكونه. والفيوهات بقى بتبقى مختلفه لان بيكون في فيوهات يا اما بول يا اما جاردن فيو. ولكن الفيوهات البول هنا بصراحه لذيذه ولطيفه قوي، لان انت بتكون شايف بيها اوريدي كل حمامات السباحه اللي بتبقى موجوده. سينيور سويت في بلو بلانت. سينيور سويت في بلو بلانت هنا الستايل بتاعه بيكون مختلف شويه، لانه بيبقى عباره عن غرفتين نوم، غرفه بيكون فيها كينج سايز بيد والغرفه الثانيه بتكون توين بيد، وبيكون معاها ليفنج كبيره برده وبيكون فيها حمام واحد. المساحه بتاعه السويت بشكل عام بتكون تقريبا 70 متر. حجم السويت كبير ومناسب برده لاسره لو فيها فردين 3 4، يعني كباستي بشكل عام تقدروا تحكموها لان هو حجمه كويس، والفيوهات بتاعته بتكون دايركت على الجاردن. اكبر تنوع بوفيه انت ممكن تشوفه على مستوى فنادق مصر كلها موجود هنا. كل حاجه انت ممكن تحلم بيها وتتخيلها موجوده. تنوع الاصناف هنا رهيب، اكتر من 800 900 ايتم تقريبا. احنا بنتكلم في مطعم حجمه كبير، انت بشكل عام لما تيجي البوفيه اساسا مش هتلحق تخلصه. البوفيه هنا بنظام الانترناشونال بوفيه، هو فيه كل الانواع بكل المطابخ اللي انت ممكن تتخيلها كل يوم. هتلاقي فيه اكل شرقي، هتلاقي ايطالي، هتلاقي صيني، هتلاقي هندي، هتلاقي كورنر كبير جدا متخصص بس في السي فود، ده غير الكورنر المتخصص اساسا في اللايف كوكينج بشكل يومي. والناس اللي بتحب السوشي طبعا في كورنر بس متخصص في السوشي، ده غير الكريبات اللي بتتعمل لك وانت واقف، ده غير طبعا الكورنر المتخصص في البيتزا والفطير سواء بقى حلو او حادق زي ما انت عايز. هتلاقي في جزء من المطعم متخصص بس بالنسبه للعائلات والاطفال. الكورنر ده اسمه الفاميلي كورنر، بوفيه اوريدي متخصص بس للاطفال. نظام الاقامه هنا في ريكسوس هو الترا اول انكلوسيف. الترا اول انكلوسيف شامل كل المشروبات والوجبات اللي انت عايزها تقريبا على مدار ال 24 ساعه كلهم. احنا عندنا في الفندق 11 مطعم تقدر تختار بينهم زي ما انت عايز، وتختار وتتعشى في المطعم اللي انت عايزه. عندك مطعمين رئيسيين بيقدموا فطار وغدا وعشاء، وعندك 9 مطاعم الا كارت متخصصين بشكل عام تقدر تختار وتحجز اللي انت عايزه، تستفيد بيها وتتعشى فيها مجانا اثناء اقامتك. هنا الفندق الوحيد تقريبا اللي بيقدم مطعمين رئيسيين بيقدموا اوبن بوفيه في الفطار وفي الغداء والعشاء. احنا هنا في المطعم الرئيسي الخاص بالجزء بتاع بلو بلانت. كم الايتمز وكم الفرايتي اللي موجوده هنا كبيره جدا، احنا بنتكلم في اكتر من 600 ايتم تقريبا، فده بيديك فرايتي كبيره كالعاده انك تختار اي حاجه انت عايزها، سواء بالمطعم الشرقي او المطعم الايطالي او المطعم الغربي او الصيني او السي فود، ايا كان اللي انت عايزه ايه اكيد هتلاقي منه في فرايتي كبيره هنا. طبعا في الجزء الخاص باللايف كوكينج هنا في انواع كتير جدا موجوده من اللحمه، كل اللي عليك انك تختار الايتمز اللي انت عايزها وشيف يشويها لك لايف وانت واقف على الجريل. طبعا بالنسبه للناس اللي بتحب السي فود في كم تنوع في الاصناف هنا رهيب، تختار اللي انت عايزه وبرده الشيف بيسويه وبيشويه قدامك. المنجل من احلى واجمل التجارب اللي انت ممكن تقضيها هنا في ريكسوس راداميس. هو مطعم من مطاعم الالاكارت ولكنه مطعم متميز ومختلف شويتين. طيب ايه حكايه والفكره بتاعت المنجل دي بشكل عام؟ مبدئيا اللوكيشن بتاعه بيكون على البحر على طول، في جاردن كبيره جدا وفيها اماكن كتير زي تيبلز كده بالنظام تقدر تشوي كل حاجتك بنفسك. ومن هنا بقى بتبدا الاكسبيرينس. اول حاجه بتعملها ان انت بتبدا تختار ايه هي الايتمز اللي انت عايز تاكلها اصلا هنا. احنا ممكن نختار فراخ، ممكن نختار لحمه، ممكن نختار كفته، ايا كان بقى الايتمز اللي انت تختارها ايه. اونس ان انت اخترتها بعد كده بتروح على طول عشان بقى تشوف انت حابب تشويها، خلاص كده شوف تمام زي الفل. تبدا تشوف بقى الاكسبيرينس، انت حابب تشويها انت بنفسك ولا حابب الشيف هو اللي اوريدي يشويها لك ويساعدك فيه. طبعا الترابيزه بتاعتك اساسا بتكون مجهزه بالكامل بانواع كتير جدا من السلطات، وبعد كده الشيف بيكون مجهز لك طبعا الميكس جريل او الايتمز اللي انت اخترتها. بشكل عام الاكسبيرينس والجو حلوه، ولازم لما تيجوا ريكسوس راداميس لازم تجربوها. مطعم التبانياكي هو المطعم المتخصص في الاكل الياباني. الناس اللي بتحب الاكل الياباني واللايف كوكينج والستايل ده هيعجبهم قوي المطعم هنا. وكمان اللوكيشن بتاع المطعم فعلا حلو لان هو دايركت على البحر على طول.
مطعم سولت من المطاعم الحلوه قوي المتخصصه هنا في السي فود، بصراحه من المطاعم اللي ما ينفعش تتفوت لما تيجي تجرب اكسبيرينس ريكسوس بشكل عام، وبالتحديد ريكسوس روداميس. طبعا الستايل والديكور بتاعه من وانت على الباب اصلا هتعرف انك داخل على مطعم متخصص قوي في السي فود. الحاجات الحلوه هنا قوي برضو هي انجانا سبا. كل الجست ليهم كل يوم ساعه مجانا يقدروا يستخدموا فيها الجاكوزي والستيم، الساونا، التركيش باس، كل ده مجانا كل يوم ولمده ساعه. اي سبورتس كافيه زي ما انتم شايفين هو مكان متخصص للجيمرز، الناس اللي بتحب الالعاب. اول فندق في مصر فيه اي سبورتس كافيه كبيره جدا تقدر تلعب فيها اكتر من 200 لعبه سواء اونلاين او اوفلاين. سرعه الانترنت هنا خياليه، في اكتر من 800 ميجا بايت كسرعه الانترنت بشكل عام. يوميا من اول الساعه 8:30 تقريبا لغايه الساعه 11 بالليل بيكون في عروض كتير جدا مختلفه. دي ارينا كبيره جدا موجوده في وسط الفندق، دي بس متخصصه بالحفلات والعروض اللي الفندق بيعملها. كل يوم بيكون في عروض مختلفه عن اليوم اللي قبله، فانت وانت في الفندق بشكل عام عمرك ما هتزهق. ريكسوس روداميس من امتع واجمل التجارب الفندقيه اللي انا عشتها، لان البروجكت ضخم جدا. احنا بنتكلم في اكتر من 3000 غرفه فندقيه، بنتكلم في اكوا بارك عملاقه، بنتكلم في سيم بارك ما اتعملتش قبل كده لا في مصر ولا في الشرق الاوسط. انا شايفه ان هو لما يخلص هيبقى من اكبر واعظم المشاريع السياحيه على مستوى مصر في الفتره الاخيره. هم قادرين يعملوا ده وينفذوه باعلى وافضل كواليتي ممكنه، والمهم ان هم دايما بيطوروا في المشاريع بحيث ان هي تبقى ليها طابع خاص ما اتشافتش قبل كده لا جوه مصر ولا بره مصر.